يا جماعة معي لكم برنامج، أروع برنامج منتج صراحة. أنا أستخدمه شخصيا. برنامج بصراحة فيه كل شيء، من انتقالات، من حركات للنصوص، من تأثيرات. يعني بتبدعوا فيه حرفيا، بتبدعوا بهذا البرنامج. إن شاء الله بنتكلم عن مواصفات هذا البرنامج في هذا الفيديو. لكن قبل كل شيء لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد، وأيضا مشاهدة المقطع من أوله لآخره، عشان ان شاء الله بعطي لكم كود تحطوه في البرنامج هذا عشان يرضى يثبت، لان انا بحط لكم البرنامج بصيغه ملف مضغوط، فعشان تفكوا الضغط لازم تحطوا هذا الكود. وانا ان شاء الله بقول هذا الكود في هذا الفيديو. اهم شيء تتابعنا من اول فيديو لنهايه الفيديو. وهيا وعلى بركه الله نبدا. طبعا يا جماعة هذه واجهة التطبيق. تشوفوا أمامكم هذه الواجهة. تدخل للتطبيق تلاحظ معك 3 حاجات. أول حاجة القوالب، هنا لو انت تشي تعمل صورة مع قوالب. وهنا معك حاجة اسمها الصور، لو انت تشي تصمم يعني صور فقط، صورة يعني تعمل لك صورة مثلا مصغرة لليوتيوب ولا أي حاجة. وهنا لو انت تشي تنشئ فيديو. طبعا هذا هو الشيء المهم اللي احنا نشتي منه، ايش؟ نعمل فيديو مثلا لليوتيوب، ولا نرفع فيديو للفيسبوك، ولا نرفع فيديو كمان للإنستغرام. يعني بأي شكل معك يعني مقاسات للفيديوهات. معك 16:9، معك 9:16، ومعك الانستغرام اللي هو 1:1. أنا بندخل داخل الفيديو وأوريكم إيش في داخل هذا البرنامج. بندخل لكلمة فيديو. شوفوا هنا الحاجات اللي أنت أو المشاريع اللي أنت كنت صممتها سابقا بتحتفظ معك أسفل هنا في ذا المكان، في هذا المكان اللي أنا مؤشر عليه الآن بالخط الأحمر. طبعا لو أنت شي تنشئ فيديو جديد، حابب إنك تنشئ فيديو جديد، بتضغط على علامة الزائد هذه اللي فوق كده، ها. بعدها بتخش معك هنا 3 حاجات. معك اول يعني فيديو صور، ومعك فوتو، ومعك فيديو. انت طبعا بتختار على واحد من هؤلاء عشان تصمم. لو تشي تصمم بصور تختار صور طبعا. بعد ما تختار الصور هؤلاء تسجل عليهم بصوتك مثلا. ولو تشي تصمم فيديو مثلا، سجلت فيديو كذا بالكاميرا، وتشي تضيف الفيديو هذا للبرنامج وتبدأ تعدل فيه. فممكن تختار على كلمة فيديو اللي هو هذا اللي فوق. تمام. بعدين بنختار مثلا اي فيديو مثلا احنا سجلناه. انا سجلت مثلا هذا الفيديو، ونضغط على علامة الصح هذه اللي تحت. بيضيف لك الفيديو بشكل تلقائي وسريع. هو هذا افضل حاجة بالبرنامج ده، انه يضيف الفيديو ما شاء الله بشكل سريع. نجي للخيارات اللي تحت او الاعدادات اللي تحت. معانا عدة اعدادات. نبدأ باول اعداد. معانا حاجة اسمها كانفاس. هذا المكان، هذا المكان بتضيف، بيجيب لك طبعا هو مقاسات الفيديو. يعني لو انت بتصور شورت بتختار 9:16، لو انت بتصور عريض 16:9. يعني معك كل المقاسات. معك للتيك توك، معك الانستغرام، هذا الانستغرام. معك هذا للتيك توك، معك لليوتيوب 9:16. معك ايضا 4:3، هذا مدري لاي منصة طبعا. ومعك فيت اللي هو يعني كذا كيف اقول لك، المقاس اللي هو يختاره من عنده طبعا. طبعا انت دائما الاعتيادي بتختار 16:9 لو انت يعني بتسجل لليوتيوب. لو انت تسجل صوت بتختار يعني قصدي شورت يعني فيديو قصير، بتختار 9:16. احنا نكتفي ان احنا نختار 16:9 لو احنا بنسجل فيديو طويل، وبنعمل على علامة الصح هذه اللي فوق. هذا هو اول اختيار اللي هو المقاسات. بعدين معك ثاني اختيار وهو الاوديو. لو انت مثلا تشي تضيف صوت، يعني صوتك انت سجلت سابقا وتشتي تضيف صوتك للفيديو، بتختار على كلمة ميوزك هذه اللي فوق اللي انا مأشر عليها. بتدخلها، بتروح لكلمة ماي ميوزك. اما ان تدخل اكستراكت فروم فيديو، يعني هذا الخيار الاول، هذا لو معك فيديو تشي تخرج منه الصوت طبعا. او تضيف الصوت مباشرة، يعني انت ما معكش فيديو لكن سجلت الصوت، مثلا انت سجلته بصوتك، سجلت اي حاجة بصوتك وحافظها هي في الهاتف، تروح تجيبها من هذا المكان. او اوبن فروم، هذا بيدخل لك طبعا للهاتف على طول. بتروح تجيب الفيديو من الهاتف في المكان اللي انت حفظت فيه قصدي الاوديو. بتروح تضيف الاوديو اللي هو الموسيقى من الهاتف اللي انت سجلت فيه. يعني بدل ما تعب من هنا تقص تدور مثلا من خارج هنا، تقص تدور بعد حقك الموسيقى، بتخش على طول هنا وتحصل المكان اللي انت حفظت فيه الكلام اللي انت سجلته طبعا. نروح لكلمة طبعا هنا 3 حاجات معانا قلت لكم. معانا ماي ميوزك يعني اللي هو نضيف الصوت الخارجي. وهنا افكت، تأثيرات رهيبة وممتعة فعلا. يعني لو انت تمثل مثلا لو تعمل محتوى تمثيلي او محتوى طبخ او محتوى جيمنج، معك كل الحاجات هنا موجودة. تأثيرات مثلا انت فلت، معك تأثير حق السقطات، يعني معك حق السوشيال ميديا، معك حق الطقس لو انت تنشر طقس مثلا. معك ضحك لو انت تنشر حاجات يعني مضحكة او فني. معك هورور لو انت تنشر شيء مرعب.
يعني كله موجود، كله يعني كل التأثيرات هنا موجودة معك، يعني في قمة الروعة، وما تتطلب أي نت. يعني لو أنت محتاج النت فقط بتحتاج تحمل بس في البداية، بعدين خلاص يبقوا محفوظين معك داخل الهاتف. في حاجات تجي موجودة بدون نت، يعني ما تحتاجش إنك تفتح النت بالمرة، حاجات تكون جاهزة، إلا الحاجات الإضافية بس تقدر تحملها. معك هنا الترانسيشن، تدخل فيه شوف معك عدة أنواع للترانسيشن. اسمعوا الصوت ها، بس ما يعني يتطلب نتورك لأن أنا مش محملهم. طبعا بعد ما تحملهم خلاص بيبقوا معك داخل إيش الهاتف بكل سهولة. وهنا معك فيتشر، يعني الحاجات اللي أنت حفظتها من الموسيقى، ومعك هنا نفس الطريقة هذيك الأول اكستراكت فروم فيديو، ومن تحت هنا بيضيف لك موسيقى من عنده، يعني أنت تحملها من النت، أي موسيقى كذا خلفية الفيديو إبداع، حاجة حلوة تقدر تضيفها كخلفية للفيديو. تمام، مركزين معي؟ طبعا نجي الأول رمز من الكود هو رقم 10. أول رمز من الكود عشان تفك الزب حق البرنامج أو الملف المضغوط، أول رمز هو 10. فاشتيكم تركزوا معي للنهاية علشان أنا بعطيكم إيش الأرقام كامل حق الكود. الآن نخش على الخيار الثالث، نخرج من ذا المكان. قبل ما نخش على الخيار الثالث قد وريتكم هنا الإفكت وهنا الميوزك. باقي معنا حاجة اسمها ريكورد. هذه الريكورد يعني لو أنت تسجل داخل البرنامج نفسه بتضغط على كلمة ريكورد، بتكتب أثناء استخدام هذا التطبيق، وتبدأ من هنا تسجل، تعمل له أوكي، وتبدأ تسجل من هنا، وتضيف على طول بعلامة الصح هذه للبرنامج، يسجل لك على طول. أنت تضغط على صح كده يكون سجل لك في البرنامج نفسه. نجي الخيار الثالث، هو معك حاجة اسمها ستيكرز، اللي هو ايش ملصقات. ملصقات اشكال اول. الخيار الاول هذا ستيكرز، لما تضغط على ستيكرز بيجيب لك ايش 5 خيارات. اول خيار هو ستيكرز، يعني اللي هي ملصقات. ملصقات اشكال والوان، معك ملصقات للسوشيال ميديا، معك ملصقات للطماش يعني، ومعك ملصقات حب، ومعك ملصقات اشكال والوان. بس يتطلب معك ايش انترنت ضروري في البداية عشان تنزل الملصقات. بعد ما تنزلها خلاص بتبقى معك داخل الهاتف، فتبقى معك داخل الهاتف وتستخدمها وقت ما تشتي، ما يحتاج بعدين تفتح النت. ومن هنا معك جيف، تضيف جيف. تمام، من هنا بتضيف معك صور تقريبا، اما من الهاتف تجيب امبورت، يعني اما تضيف صور من الهاتف ولا تقص اي صورة موجودة معك انت صورتها مثلا من هنا ها. اي صورة تكون موجودة معك في الهاتف تقصها وتضيفها، تعمل لها ادراج. انت كتضيفها يعني طبقة ثانية للفيديو. ومن هنا يعني يجيب لك هو من عنده طبعا حقه المتجر، عدة صور وعدة اشكال والوان. هذا المتجر تبع التطبيق نفسه. وطبعا يعني حاجات قمة الروعة. معك هنا فاميلي فيس مدري ايش، حاجة روعة جدا يعني. هنا لو انت تضيف يعني كطبقة، يعني كيف اقول لك طبقة للفيديو، او يعني كيف ايش يسموه، تبعد من الكروما، تبعد من كل شيء. طبعا هنا معك التكست، اللي هو يعني لو انت بتضيف نص بتضغط على كلمة تكست، بتضيف اي نص، مثلا السلام عليكم مثلا، نضيف هذا النص. انا طبعا قد منتج الفيديو هذا سابقا، هذا الفيديو انا قد عملته سابقا بس يوريكم ايش الموجود داخل البرنامج. هنا معك الالوان، تقدر تغير لون النص. من تحت هنا تعمل له بوردر لو انت تعمل له ظل، وهنا شادو تعمل له، قصدي يعني ايوه تعمل له ظل يعني خفيف، وهنا بوردر يعني حدود، وهنا جلو يعني لو تشي تخليه يلمع. شوف زي ما الان اللي خليته يلمع لما اضغط على هذا. ومن هنا ليبل، ليبل يعني تعمل له اطار، تشي تعمل له اطار، تشي تدلعه، تعمل له كذا ها، تعمل له كذا، تعمل له كذا، تميله. يعني حاجات في قمة الروعة الصدق. من هنا هتعمل له كذا، شوف عملت له إطار، إطار روعة وهو يضوي. طبعا وهنا اوباسيتي لو انت تقلل حقه الشفافية، تنقصه تزيده. نيجي الخيار اللي بعده اللي هو اي هذا بيضيف لك خطوط. طبعا لو انت تشي تغير الخط، غيرته من هنا خط بي ان سبورت. وتقدر برضو تضيف الخطوط ايش من الهاتف من خلال الضغط على هذا الزر، تضيف اي خط داخل الهاتف وتغير خط البرنامج على طول بكل سهولة. ومن هنا لو انت تدخل متقدر تضيف خطوط، في معك عدة خطوط تقدر تحملهم وتضيف خطوط إلى هنا في هذا المكان يعني، وتضغط وتغير الخط. ومن هنا الإعدادات، يعني يوريك هنا إيش الخطوط اللي أنت محملها فقط. هذا هو الإعدادات. خلاص نجي الخيار اللي بعده، وهنا إيش تعديلات النص، يعني تشي تكبر النص تصغره. من هنا تشي تخليه منحني كذا ها تدلعه. ومن هنا تشي تعمل مباعدة بينه، وهنا تعمل مباعدة المسافة. المباعدة يعني ما بين السطرين هنا يقول لك. وهنا تشي تعمله بولد تحنيه زيادة، وهنا تعمل له خط من تحت، وهنا مائل. يعني إبداع في قمة الإبداع. نيجي الآن للحركات النصوص، من هنا تضغط عشان تدخل على حركات النصوص. شوفوا حركات النصوص كيف تجي. نخلي ولا النص كما هو من هنا ها ثاني، يعني مثلا ما في داعي ان احنا نميله، نرجعه ثاني كده ها.
ندخل على حركات النصوص، شوف على إبداع، تقدر تنقص المدة وتطوله. يعني حركات أشكال وألوان، تطبيق تدعي له عليه بصراحة. أشكال وألوان، أشكال وألوان. مهم. إبداع. هذه طبعا اللي هو يسموها السنجل ليترز، اللي هو يعني حركات النصوص بالحروف. يعني معك حركات النصوص بالحروف، وهنا معك الحركات كامل البيسك اللي هو الأساسي، يعني يحرك لك النص كامل. هناك بالحروف يحرك لك هو. صراحة التطبيق في قمة الروعة. طبعا إن يعني حركات داخلية، وفي أوت يعني حركات خارجية. يعني لما يبدأ المقطع يبدأ بحركة داخلية، بعدين يكمل بحركة خارجية. بعدين معك لوب، هذا يبقى مستمر معك، يقص كذا تقول النص، يعني واصل في طول الفيديو. تدوير إشعاع، هذا ضوء كذا يقص يلمبع، واصل يكون النص معك كذا طول الفيديو. طول ما أنت يعني مخلي الخط على الفيديو كامل. من هنا لو تمط النص تطوله طبيعي بشكل طبيعي لا الأخير، هكذا لو أنت تطول النص يعني. فلاحظوا معي كيف إبداع. السلام عليكم مثلا. بس أنا طبعا الفيديو هذا منتجه سابقا فما بقى شكله حالي، لكن عادي همشي أشرح لكم إيش المميزات اللي موجود في التصوير. ثالث خيار معانا، احنا دخلنا على التكست، تمام، كتبنا النص. ثالث خيار معانا طبعا خلاص شرحت لكم خيار التكست، وخيار حاجة اسمها كابشنز هنا. طبعا بيعمل لك ترجمة الفيديو حقك، بس اللي متوفر حاليا هي اللغة الإنجليزية. طبعا بيتطلب نت، بولع النت من هنا، ضروري نت طبعا. بندخل على خيار كلمة طبعا بعد ما نضغط على النص، نبعد هذا النص أوريكم كيف. على خيار كابشن بعد تضغط على كلمة ستارت. طبعا متوفر لغة إنجليزية وعدة لغات، بس العربية مش موجودة، لكن عادي بيوفروها قريبا يعني. بس أحلى حاجة في الإنجليزي هذا إنه بيترجم لك النص بكل سهولة. شوفوا لاحظوا هنا يبدأ يترجم. بياخد طبعا معك وقت لما يكمل يترجم. كده تمت الترجمة. طبعا تقدر ترفع النص هذا، تقدر تعمل له حركات، يعني حاجة في قمة الروعة. تقدر تعدله لو في أخطاء من هنا، تعدل النص هذا، تعمل له تعديل. dear brother Jimmy also will be back in a wild and thirsty of revenge especially after what the bloodline did to him previously. طبعا هنا الترجمة صحيحة، خصوصا بعد ما عملت يعني يترجم لك الكلام اللي أنت تقوله. لاحظوها معي، ويمشي النص مع ماشي عودة جيمي أوسو مع رومان رينز في نفس الوقت بعد أن بنفس الوقت يمشي معه هذا إيش النص. وتقدر كمان تضيف له حركات لو أنت حابب من هنا. إيديت، تعمل على حركات، وهو بشكل تلقائي. طبعا هو بشكل تلقائي بيضيف لك الحركات لكل النصوص. متعطش لاحظوا معي، خصوصا بعد ما فعله البلود لاين به إبداع سابقا. بصراحة. نلاحظ تطبيق عودة جيمي إبداع أوسو مع بمعنى الكلمة يا جماعة. تطبيق إبداع بمعنى الكلمة، حاجة في قمة الروعة. نيجي الآن لخاصية احنا رحنا للأوديو والتكست والكابشنز، ورحنا للستيكرز والتكست. التكست اللي دخلنا منه الكابشنز. طبعا من التكست تدخل الكابشنز اللي هو التحكم بالنص. نيجي الإفكت، هنا معك إفكتات في قمة الروعة. بيت، حركة، يعني يعمل لك تأثيرات للفيديو. صراحة قوة القوة. أنت حابب تعمل هنا تأثير مثلا تخلينا أهتز كذا خصوصا بعد ما فعله مثلا أقول لك، ولا حابب تضيف تأثير ثاني مثلا اللي هو دريمبل، هذا اللي هو دوران أبقى خصوصا بعد ما قزعدورة. فعله البلود لاين به سابقا. وقد نلاحظ يعني خصوصا إبداع بعد ما إبداع فعله صدق. البلود لاين به تأثيرات خصوصا أشكال بعد ما وألوان، بس نكتفي نحن نشرح تأثيرين. أنتم بدخلوا هنا بتحصلوا عدة تأثيرات، تضيفوا اللي يعجبكم. طبعا في تأثيرات تحصلوها مش محملة، عادي حملوها من النت وتبقى معاكم. مش يعني كل ما تدخلوا بتحصلوا يعني إنه التأثيرات هذه مش موجودة، لا، من تحميل واحد بيبقى التأثيرات موجودة معاكم، فما يتطلب أي عناء بصراحة. طبعا التأثيرات قوة. وهنا اي اي افكت طبعا يعمل لك تأثيرات من عنده بالاي اي، يعني بالذكاء الاصطناعي، تأثيرات قوة القوة. بس يتطلب معك نت هذا طبعا، يعني لما تعمله يتطلب معك الانتقام. يعني ضروري تحمله في بداية بنت. وقد بس نلاحظ عودة شوفوها جيمي أوسو مع أصبح حولي إيش إطار، عمل لي إطار حولي، يعني حاجة في قمة الروعة. ومعك هنا فلتر، يعني لو أنت تغير شكل الفيديو، الفلتر يعني صبغة اللون حق الفيديو، هكذا يتغير. شوفوها كيف، أخليه واضح، خليه هنا adjust
يعني تعديل يدوي. الادجست اللي هو تعديل يدوي، انت تعدل الفلاتر، تخلي الاضاءة عالية، تنقصها، تعمل اللي تشتي. لكن هنا هو يضيف لك بشكل تلقائي، انت تختار من الفلاتر هؤلاء. معك عدة اشكال من الفلاتر، 50 شكل او 60 شكل، كم ما تشتي تختار الفلاتر اللي يعجبك. من هنا تعدل، تقدر تعدل باللي يعجبك. هنا معك الشاربر، الفينيتد، الهيول، الكلر، الشادو، كل حاجة موجود عندك، الهايلايت، الإضاءة. يعني تطبيق بصراحة هتدعوا لي عليه الصدق، انتم بس قربوه وشوفوا. نخرج من هذا المكان، دخلنا خيار افكت، هنا الفلترز مثل ما قلنا لكم. هنا البي اي بي اللي هو بيكتشر فوق بيكتشر، يسموه بي اي بي، يعني بيكتشر ان بيكتشر، يعني صورة فوق صورة، او فيديو فوق صورة. يعني معك انت فيديو الاساسي تقدر تضيف فوقه ايش؟ صورة او اي فيديو ثاني. مثلا نضيف هذا الفيديو اوريكم كيف. طبعا بعد ما تضيفه يجي لك هذه الخيارات اللي فوق. معك سبليت، تقدر تعمل له قص، تقدر تعمل له انيميشن، يعني تخلي هذا الفيديو يتحرك مثلا. لاحظوا كيف من المؤكد. شوفوا كيف تحرك الفيديو ذا الجديد. يعني عدة خيارات معك اللي هو للطبقات الفيديو. انا ما اقدرش اشرحها كامل لان الفيديو اخذ مني وقت طويل، بس بوريكم من الخيارات. معك هنا سبليت لو تشتي تقصه، اذا تعدله. عدة خيارات معك. كات اوت لو انت تبعد مثلا، لو معك صورة مثلا تبعد خلفيتها، تخلي بس الشخص نفسه. يعني معك التصورة ثانية مسجلة بين شخص، تبعد خلفية بتضغط ايش؟ كات اوت. بلند، عدة خيارات. معك كوبي هنا اللي تيجي تعمل له نسخ. اشكال والوان، هنا كروماكي، معك الكروماكي تقريبا، الماسك، الفويس افكت، كل شيء موجود. يعني كل المميزات حق الطبقة موجود معك. تشي تبعد مثلا خلفية مثلا لون اخضر، تقدر تعمل لها كروماكي. بنبعد الان هذه، ندور على خلفية خضراء، بس ما بشوف له هي موجود معي خلفية خضراء. داهم مثلا هذه الخلفية اشتي اضيفه، اشتي بعيد اللون الاخضر هذا. كيف فعل؟ اروح لكلمة كروماكي تقريبا، بس مدري فين، بلند هذه تقريبا، ايوه هذه. هنا نورمال معك، هنا سكرين، معك داركنس. طبعا هذا البلند هو يبعد لك الكروما اللي هي السوداء مش الخضراء. لكن كات اوت هذه تقريبا، ايوه ده هي الكروما هذه. كات اوت هو اللي يبعد لك منها ايش؟ الكروما. بتحددها كذا، تضغط على السهم هذا، تعمل كذا، تعمل صح، هكذا جاهز الكروما. انا مثلا اقدر اضيف هذه الصورة مثلا، الفيديو حقي هذا بين الجوال هذا. يعني بصراحة يا جماعة ابداع بمعنى الكلمة. خلاص رحنا الافكت، نروح الفلترز، رحنا البي اي بي. هنا بري كات، يعني يقص لك الفيديو تصغره وتطوله. هنا يقص لك الفيديو من داخل، ومن هنا تدخل تحصل انتقالات اشكال والوان للفيديو. هذا انتقال، وهذا انتقال، وهذا انتقال، وهذا انتقال، وهذا انتقال. طبعا انا شخصيا يا جماعه منتج بهذا التطبيق بصراحه، او يقوم لانه قوه بالمونتاج. شوفوا على انتقالات احترافيه، مع الصوت كمان، تصويره، تصوير، كله بالصوت، يعني حاجه قوه. شوفوا كم انتقالاتها، عده انتقالات. صراحة يا جماعة البرنامج قوة القوة. ثاني رمز في الكود، ثاني رمز في الكود معانا وهو رقم 20. أهم شيء تركزوا معي، ثاني رمز في الكود معانا هو رقم 20. طبعا أنا ما أقدرش أشرح لكم كل مواصفات التطبيق، لكن إن شاء الله في فيديو قادم بزيد نشرح بقية المواصفات. نكتفي بهذا القدر لأنه ما شاء الله التطبيق فيه مواصفات تفوق الخيال. يعني صعب إنك تشرح هذه المواصفات في فيديو واحد، الصدق يعني حاجات في قمة الروعة. الآن شرحت لكم لا عند إيش اللي هو سبليت، محل ما تقطع إيش الفيديو. عاد باقي معانا الفوليوم، عاد باقي معانا الباك جراوند، باقي معانا سبيد هنا تسرع الفيديو طبعا لو تسرعه. باقي معانا ميزة انيميشن لو انت تعمل حركات للفيديو حقك نفسه. باقي معك الكروب اللي هو تقص الفيديو مثلا. ومعك هنا السويتش، ومعك هنا الكات اوت، ومعك هنا الماسك، ومعك يعني خيارات لا تعد ولا تحصى. هنا فويس افكت لتجذيب تأثيرات الصوت، هنا دبليكيت، هنا روتيت. هذه بقية خيارات. هنا فريز لو انت تعمل له مثلا تجميد المقطع، تضيفه تعمل له تجميد. نعملها كذا، نعمل له تجميد من هنا. وهنا روتيت لو انت تقلبه. فليب مثلا، شوف كيف قلبتها. صراحة التطبيق يا جماعة في قمة الروعة. رابط التطبيق طبعا موجود في الوصف، بحط لكم هو او لا بأول تعليق ان شاء الله.
وبيكون ملف مضغوط بصيغة زب، بتفكوا الضغط. ونجي الآن لآخر رمز في الكود وهو 30. ركزتم معي؟ يعني آخر رمز في الكود وهو 30. بتخشوا تكتبوا هذا الرمز وبيفتح معكم التطبيق بشكل طبيعي، وحجمه أيضا صغير يعني ما بياخذ منكم أي مساحة. بتثبتوه، بتبدأوا تمنتجوا فيه صراحة، وبتدعوا لي على هذا التطبيق. تطبيق في قمة الروعة. لما نجي نصدر الفيديو كيف نصدر؟ نضغط على كلمة اكسبورت. طبعا هنا معاكم الريزوليوشن اللي هو الدقة، معاكم عدة خيارات 720، والخيار الثاني 1080، والخيار الثالث 2K، كمان 2K يصدر، وده الحلو فيه، و4K، وهنا 30 فريم، وهنا MP4. طبعا كل واحد بحجمه، شوفوا 462 ويصدر بدقة يعني قمة الروعة عالية جدا. بعدين تضغط على كلمة اكسبورت ويبدأ معك يصدر والفيديو يكون جاهز.